سلام البنات، شوفوا لي هذا تليتلي كيفاش خرج مزربع وكل حبة وحدها وماهوش لازق في بعضها. والاهم من هذا كامل ما فورتوش بالماء كيما العوايد. اذا راكم حابين تعرفوا السر خليكم معايا وتبعوا الطريقة. نبدا على بركة الله. اول حاجة حطيت البرمة تسخن فوق النار، درت لها مغارف زيت. هذو قطع اللحم تاعي اللي راح نطيب بهم التليتلي، واذا حابين ديروه بالدجاج يجيكم ايضا مليح. عندي هنايا حبة بصلة تكون كبيرة شوية، رحيتها بس خليتها شوية خشينة ما درتهاش زلمة. نزيدو نديرو 3 سنون ثوم اللي كنت ربيتهم. نروحو دوك نجيبو التوابل. اول حاجة ندير الملح، مغرف كبيرة ممسوحة. زدت لهم شوية فلفل كحل، شوية فلفل احمر حلو باه يعطينا اللون، والكزبر اللي يمد التليت لي طعم رائع. دوكا نزيد مغرف صغيرة هريسة ومغرف كبيرة طماطم تاع الباطا. نقلي هذو المكونات كامل مع بعضاهم هكذا. صدقوني يا البنات هذا التليتلي درته بطريقة سهلة وسريعة. دوك تشوفوا كيفاش خدمته يخرج لكم كل حبة وحدها. نزيد نضيف الحمص، انا كان عندي في المجمد. نكمل نقليهم مليح ومن بعد نجيب الماء سخون نمرق به البرمة هكذا. نغطي كامل اللحم ونخليه يطيب براحته على نار قليلة حتى يطيب لي اللحم مليح والحمص. هنايا راهو اللحم طاب والحمص ايضا طاب، والمرقة شوفوا كيفاش خرجت اللون وبدات تخثر. الريحة راهي مديرة حالة في الدار. دوك نروحو نخدمو تليتلي. درت المقلة تسخن، درت لها مغارف زيت، ولا كيما تحبوا تحطوا الزبدة. انا التليتلي هذا هو اللي درتو تاع كنزة. نصبو كامل في المقلة ونبدا نحمص فيه حتى يدي اللون الذهبي هكذا كيما راكم تشوفوا. شوفوا هذاك اللون وكيفاش خرج. نروح نفرغو في القصعة ولا في ان ريسيبيون. هذه المرقة تاعي كيما راكم تشوفوا بدات تخثر. دوك نصب 2 مغارف كبار ونص على تليتلي، نغطيه ونخليه يتشرب. دوك يدي النكهه تاع المرقه هذه كامله. هذا هو السر اللي قلت لكم عليه، ما نفوروش بالماء باه ما يجينيش صامت. هذا هو التليتلي تاعي بعد ما شرب المرقه هذه كامله. دوك نحطو يفور، ندير له تفويره واحده فقط، ما نديرلوش 2 ولا 3 تفويرات. دوك نخليه يفور مليح حتى يبدا يطرى. هنا راهو كيما تشوفوا فار وبدا يخشوا طيب. شوفوا كيفاش خرج كل حبة وحدها. دوك نروح نجيب القدرة اللي نصفي فيها المرقة، واول حاجة نحيو اللحم تاعنا راهو طاب 100%. هذه هي القدرة، حطيت لها الكسكس. دوك نصفي المرقة. قولوا كاش ما فيها عظم طاح من اللحم ولا يتنحى. البصله راهي كيما تشوفوا ما فيهاش، راهي ذابت على خاطر مرحيه. دوك نصبو التليتلي تاعنا في المرقه هكذا، نخليوه يتجمر على نار هاديه. خلاص انا نحيت شويه مرقه، درت لها 2 حبات زروديه يطيبوا. ودوكا ساعه ساعه حركوه باه ما يلزقش، وذوقوه على الملح اذا كان يحتاج زيدولو. اذا حبيتوا تحطوا الفلفل حار ايضا يجيكم بنين. شوفوا تليتلي هنا كيفاش راهو طاب، شوفوا هذاك اللون كيفاش خرج. دوك نروحو نشوفوه في صحن التقديم. هذا هو تليتلي تاعنا بعد ما نشف شويه من المرقه. شوفوا كيفاش خرج كل حبه وحدها، ماهوش لازق في بعضاه. اللون تاعو رائع والطعم ما نحكي لكمش، يعني بنين بزاف. خدمته بطريقة بسيطة وسريعة والبنة روعة. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش ديروا جيم للفيديو وتشاركوه مع صديقاتكم وعائلتكم. اكتبوا لي في التعليقات واش تحبوا تشوفوا في المرة الجاية. نشكركم على المشاهدة ونتمنى تكون الوصفة عجبتكم واستفدتم منها. نلتقي في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله. أترككم في رعاية الله وحفظه. سلام.